تعالوا بقى النهارده نكمل مسيرتنا في كورس اللغة الألمانية. تمام. طيب المسيرة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ هي مسيرة تصريف الأفعال، واتفقنا أنا مش هكتب لك جدول وأقول لك أفعال منتظمة، أفعال غير منتظمة، أفعال الشتاكة فيرن أو القوية في الكسر، الشفاغة فيرن أو الأفعال الضعيفة في الكسر. مش هنقول احنا تصنيفات الايه؟ الأفعال اللطيفة دي. تقولي طب ليه ما كل الكورسات بتقول نفس التصنيفات حتى بره في ألمانيا؟ يعني الناس اللي معايا شغالة معايا في الكورس في ألمانيا بيقولوا لي احنا بناخد الكورس مع ألمان وبيدونا نفس طريقة الشرح اللي احنا متعودين عليها، اللي هي الأكاديمية شوية. أقول لك أنا بسهل عليك الموضوع، أنا مش محتاجة منك تقول لي الفعل ده نوعه قوي ولا منتظم ولا أنا محتاجاك تصرف الفعل. يبقى أنت زي الباشا هتاخد النهاردة الفعل التاني. المرة اللي فاتت أو الفيديو اللي فات كان تصريف الفعل زين. ارجع خطوة لورا هتلاقي تصريف الفعل زين، وأخدت عليه بايشبيل. أنا عايزاك تعرف كده تصرف الفعل وتكتب عليه المثال بتاعه. زين يعني يكون. النهارده انا مش هكتب ملف PDF، هخلي لك الشرح بيبقى لطيف. دي اكتر حاجه انا بحبها، ان انا اكتب ايدي وانا بشرح. المهم الفعل التاني الجديد معايا النهارده اسمه هابن. خلي بالك انا قلت هابن. هابن ما بقولش هابن. البن اللي في الاخر دي حاول تخطف الاي ان تبقى خفيفه، صوتها ضعيف. هابن يعني يمتلك، لديه او يمتلك. انا بصرف الفعل ازاي؟ احنا بنصرفه بحاجه اسمها بريزنس. يعني ايه بريزنس؟ يعني تصريف المضارع. يعني هتعملي ايه النهارده؟ اقول لك ايش يعني انا ايه، هكتب هابو. ايش هابو. تمام. الخط اعتقد لطيف ومش مش مشبكاه قوي، يعني بقدر المستطاع بحاول الغي التشبيك. ماشي. طيب ايش هاب. بعد كده دو يعني انت. دو مش هابست مثلا، لا اسمه هاست. دو هاست اهو. يبقى ايش هاب دو هاست. بس انتي نطقتي قلتي لي دلوقتي ايش هاب، عملتي دي كده شلتيها وعملتيها كده. ايش هاب. لما بتتكلم سريع بنحذف حرف الايه في تصريفات الافعال مع البيرسونال برونوم. ايش بقول ايش هاب، ايش كوم، ايش فون. تبقى سريع يعني ان انت بتتكلم اسرع شويه. طيب الضمائر اللي بعد كده عندي الاير والاس والزي، الثلاثه دول اسمهم زنجولا، يعني ضمائر المفرد. تمام. طب هنا التصريف بتاعي يبقى عباره عن ايه؟ الايه والاس والزي على طول زي بعض هتبقى اسمها هات. هات. يبقى انا براجع تاني التصريف. ايش ها دو. انت بتكتب بحرف الايه، انت لسه في الاول عادي، بس انت فاهم ان انت ممكن تحذفه في الصوت وفي الكتابه، تعمل بس ابوستروف صغيره كده يبقى زي الفل. يبقى ايش ها دو هاست. بعد كده الايه والاس والزي هات. بعد كده الضمير اللي بعده اسمه اير. ايه يعني انتم. بلاقي ناس كتيره بتتلخبط، وانا نفسي كنت بتلخبط وانا في الكليه، انه بنقول على الايه هم، والزي بنقول انتم. في ناس كانت بتتلخبط كده وانا كنت من الناس دي، انه ايه اقول هم، لا ايه يعني انتم. بقول ايه هبت. ايه هبت. تمام. واخر تصريف عندي خالص هي الفي اللي هي نحن. وبعد كده الزي حضرتك بخليها الاول حرف الاس جروس او كبير، والزي لغال بمعنى هم. الثلاث ضمائر دول على طول زي بعض، عمرك ما هتعرف تغيرهم، ودايما تصريفهم بيبقى نفس تصريف الفعل، وفي الغالب بيكون شكل الانفينيتيف، فهنا هيكون هابن. هابن. تمام. بس اي تصريف الفعل ده اللي انا طالباه منك. طيب السؤال اللي انا هتسأله، انا ذاكرت الفعل وبنساه، بنسى تصريفاته وبطلقه، يبقى لازم تحطه في حاجه اسمها بايشبيل. يعني ايه بايشبيل؟ يعني اكزامبل. يعني ايه اكزامبل؟ يعني مثال. يعني اعمل ايه؟ هتدخلها في اسئله، سؤال وجواب. انت اخدت حاجتين في القناه عندي هنا شرحتهم لك. اخدت الحاجه الاولى اسمها الفي فراغن في الكورس بتاع الجراماتيك، او في كورس قصدي الكورس العادي الطبيعي مش الجراماتيك. ماشي. الفي فراغن السؤال باداه استفهام. سؤال باداه استفهام او باداه بتبدا بحرف الفي يعني. تمام. طيب الطريقه الثانيه دي طريقه او نوع من انواع الاسئله. طب الطريقه الثانيه اسمها ايه؟ اسمها اليا ناين فراغن. يا ناين فراجن يعني سؤال بمعنى هل. سريعا وانت بتستعمل طريقة الأسئلة هنا بتبدأ بأداة استفهام والفعل المتصرف وراه على طول. تمام. اللي هنا سؤال اليا ناين فراجن بتبدأ بالفعل المتصرف وبعد كده الايه؟ الزوبيكت او الفعل بس. طب انا مش عارف الطريقة جت ازاي، لا ارجع لطريقة الجراماتيك، هتلاقيها مشروحة عندك في البلاي ليست او في الايه، في كورس اللغة اللي احنا فيه. طيب ابتدي بقى اسألك سؤال. انا هستعمل صيغة دي حضرتك، اقول لك هابن. انا بقول هل عند حضرتك اولاد؟ فاقول لك هابن. خلي بالك من تصريف الفعل اهو. والزي حضرتك خليت الاس ايه؟ جروس. هابن زي.
الاوبجكت اللي هو عندي اسمه اكوزاتيف اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيها، وانا اتكلمت في بلاي ليست الجراماتيك بس هتكلم لسه في الكورس واحنا شغالين. haben sie، هكتب هنا حاجه اسمها اوبجكت. يعني ايه اوبجكت؟ يعني المفعول، والمفعول اللي هنا نوعه ايه؟ اكوزاتيف. يبقى haben sie Kinder، متلزقه شويه عشان اكتبها على نفس السطر يعني. haben sie Kinder، هل عند حضرتك أبناء أو أولاد؟ أطفال يعني، عندك أطفال. تمام، ده اسمه يا ناين فراجن. يا ناين فراجن يعني سؤال بمعنى هل. بدأت بتصريف الفعل، بعد كده البرسونال برونون، بعد كده بكمل باقي سؤال عادي خالص. أنا عندي أبناء، عندي 9، أنا حر يا سيدي، كل واحد حر. أقول لك يا يعني أيوه، إيه. خلي بالك من تصريف الفعل، عملت إيه بقى؟ أنا بصرف، أنا مش بس بجاوب، لا ده أنا بصرف وبستعمل اللغة. يبقى أقول لك يا إيه هاب، واكتب عدد عيالك كام يا عم؟ أنا عندي 5 أهو، 5 كيند. يبقى يا ich hab 5 كيند. يبقى أنت عملت إيه؟ صرفت هنا الفيرب مع ich مرة، وهنا صرفته مع الزي حضرتك. تمام؟ طيب لو أنا قلت مثلا wer sind das؟ wer sind das يعني من هؤلاء؟ هم مين دول؟ ده كده wer يعني من، هؤلاء دول مين؟ فقلت لك das sind فاطمة und سليمان، سليمان الحكيم. تمام؟ das sind فاطمة und سليمان. هم مين دول؟ ده دول فاطمة وإيه؟ فاطمة وسليمان. هقول لك haben Sie Kinder، شوف أنا هكتبها لك إزاي. haben، شوف الزيت كتبت إزاي؟ الاس الصغيرة، لأن معناها هم، عايدة على مين؟ عايدة على فاطمة وعايدة على سليمان، بمعنى هم، بيبقى من كونتكست الكلام. وجاية الاس الصغيرة ليه؟ لأن هي مش أول الجملة، ده جاي في النص. يبقى haben Sie Kinder، هل هم عندهم أبناء؟ فأقول لك أيوه هم عندهم أبناء، أقول لك يا أيوه زي صغيرة بس تصريف الفعل مع البلوغال أو مع الجمع، يا زي haben، نكتب عدد الإيه؟ الأبناء بتوعهم مثلا 5 كيند. كيند هكتب لك عشان ما فيش مساحة. يبقى أيوه زي بمعنى هم، haben أدي تصريف الفعل، 5 كيند. يبقى أنت بتتعلم تكوين السؤال وفي نفس الوقت بتتعلم إن أنت إيه؟ تصرف الفعل. تمام؟ طب لو أنا بكلمك أنت ومراتك مثلا، اعتبر إن واحد اسمه حسن ومراته جنبه، ومراته اسمها نحمده، يبقى حسن ونحمده انتوا عندكم عيال، انا بكلمكم انتوا في وشكم. يبقى هات، بصرف الايه؟ البيرسونال برونوم. هات ايه كندا. يبقى حسن ونحمده انتوا هتردوا عليا دلوقتي هتقولوا لي ايه؟ ايوه يا احنا يعني ايه؟ يعني في وبعد كده بكمل تصريف الفعل هابن، وقول عدد الابناء بقى 5 6 اي حاجه، وتكتب كلمه كنت. يبقى ايوه احنا عندنا ايه؟ عندنا كذا. تمام؟ يبقى انت كده اتعلمت طريقه تصريف الافعال. طيب هل طريقه التصريف هي كده كفايه؟ يعني انا لما احفظ طريقه التصريف بالطريقه دي كده كفايه عندي؟ هقول لك لا، هو كده كده احنا ان شاء الله ربنا يكرم وهنكمل في حاجه اسمها التكست ديسكوسيون او النصوص. هنعمل لها ايه؟ هنعمل لها مناقشات. لسه شويه بشويه هناخد النصوص بس لما نمشي شويه في الكورس. طيب هتفتح ابلكيشن عندك اسمه ليو، ده موجود على الاي او اس وموجود على الاندرويد. اكتب اي فعل خلقه ربنا يجي في دماغك. انا النهارده شغاله بهابن، ادي الفعل هابن اهو. هختار اول فعل هيظهر لي وهنزل تحت. النت بعافيه شويه، ننزل تحت خالص. هنيجي على الفيرب فورم. انا عايزه بس اشغلك القلم عشان تشوف انا بعمل ايه، تبقى مصحصح معايا اهو. هاجي هنا في الجزء اللي تحت ده واختار هابن، هفتحها. هيجي لي كده تصريف الفيرب اسمه بريزنس. يبقى التصريف عندي اسمه بريزنت، ده التصريف الاولاني اللي انت شغال عليه. لما تعرف التصريف ده قدام ان شاء الله ربنا يكرم وتبدا تعرف التصريفات الايه اللي بعد كده، بس انت لسه في الاول. ماشي؟ فاهو ich hab، du hast، الايه والاس والزي hat. هو هنا بس الحاجة الوحشة في أغلب التطبيقات بتاعة اللغة إنه بيفصل الفي والزي، بيفصلهم. هو المفروض التلاتة مع بعض، الزي حضرتك والزي هما والفي، التلات ضماير على طول تصريفهم واحد. فهنا كلهم كان تصريفهم إيه؟ هابن. ودايما أحطهم في الآخر. يعني أنا دايما بعد الإيه والإس والزي أستعمل الإيه أو الإيه هابت، لأنه في الغالب تصريف الإيه والإس والزي في الغالب مش على طول بيكون شبه تصريف الإيه. والفي وزي بنختم بيهم، بس ما اعرفش الابلكيشنز ليه بتشغل مخها يعني. تمام؟ فانت لسه في البدايه، لسه ان فينجر، لسه في اينس اينس يعتبر. وانا مش هقسم لك الكورس اينس 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 2 والحاجات دي، لا انا الكورس كامل، مستوى كامل ان شاء الله. تمام؟ فانت لسه في الاول، فبتاخد حاجه اسمها بريزنس اللي هو المضارع. شويه بشويه وهتطلع على حاجه اسمها البيرفكت، وهنشرحها بطريقه، مش هنشرحها، هنقول عليها معلومات
لانه البيرفكت ما فيهوش شرح، هو فيه معلومات وتطبيق. هتطبق على الافعال ازاي؟ بالطريقه اللي علمتها لك، ان انت تستعمل الجمل اللي في اللغه. هل انا هكتفي بالشرح ده؟ لا، ان شاء الله هنكمل باقي الافعال او اغلب الافعال اللي اتكررت معانا في الزيش فورشتالونج. احنا اخدنا هابن وزاين، لسه باقي معايا كومن وفونن، وممكن ناخد شويه ليبن، كده شويه افعال. وهندخل بقى معاها الناس اللي هتموت يا عيني وتشوف الفروشتوك والجيترانك والاسن والجيترانك، الاكل والمشروبات. هناخد الدنيا اللطيفه دي كلها واحده بواحده. فتابعوا البيج او القناه، وان شاء الله استنونا في الحلقات اللي جايه، والى لقاء اخر ان شاء الله.